الباشمهندس نجيب ساويرس عضو مصري طبعا، صاحب شركات، رجل اعمال بارز، ده اللي انا عارفه عنه. مسيحي مصري، له شركات استثماريه في مصر، رجل اقتصاد ناجح. بالنسبه لي في الحزب هو عضو من اعضاء المؤسسين في الحزب ورئيس اللجنه الاقتصاديه. له اقواله قال كتير، والراجل ده انا ليه بجيب سيرته؟ لان هو بيستغل ان هو بيتضرب بيه الحزب اليومين دول. لو الكلام اللي قاله او اي افعال قالها في اي وقت تاني يمكن كان الشأن يختلف، ولكن انا بتكلم بالنسبه في الحزب. هو بالنسبه لنا ايه؟ هو عضو من اعضاء الحزب. انا اعتقد ان اي عضو من اعضاء الحزب، انا عضو من اعضاء الحزب، لو قلت كلام ليس متوافق مع سياسه الحزب فده رايي. والاحزاب اللي هي الكبيره الكويسه اللي هي المفروض تكون احزاب متكامله، يجب ان يكون فيها راي وراي اخر، يكون فيها موالاه للاهداف العامه، ويكون فيها معارضه. وراي وراي الاخر بيطلعوا راي صائب، يعني هو مش جايه من فوق لتحت راي معين وهو الذي يفرض على الجميع. مش في معرض ان انا اهاجم الباشمهندس نجيب ساويرس، ولا في معرض ان انا ادافع عن الباشمهندس نجيب ساويرس. انا عايز اقول ان الباشمهندس نجيب ساويرس لما بيتكلم في حاجه بيتكلم في رايه الخاص، ولا يتكلم برأي الحزب عامة. يعني لو كان في إساءات هو طلعها، هذا ليس برأي الحزب. احنا رأي الحزب، الراجل قال مليون مرة ان هو مع البند الثاني من الشريعة، واحنا كلنا بنقول مع البند الثاني من الشريعة، ولكن انا عايز اقول هناك فرق ما بين عضو في الحزب المصريين الأحرار او في الكتلة عضو في حزب، هناك فرق ما بينه وما بين الخميني بالنسبة للإيرانيين، وما بين الأب الروحي بالنسبة لجماعات مختلفة، وما بين صانعي القرار في الأحزاب الأخرى اللي احنا عارفين طبعا القرار بيجي لهم منين؟ من شخص واحد هو اللي بينزل. ساويرس مش هو الشخص ده بالنسبة لنا. ساويرس عضو عادي خالص، ليس له فرض رأيه على المجموع، ولا ما كانش يبقى حزب. ما كانش، انا لا ادعي او مش بعترف ان لما يكون واحد من فوق هو اللي بيدي الاوامر لكل اللي تحت، واللي تحت كلهم لاغين مخهم ويجي له الرساله من فوق يطبقها. انا ما اعتقدش ان ده اسمه حزب. قولوا حكم، قولوا ديكتاتوريه، قولوا اللي تقولوها، سموها زي ما تسموها، لكن ليس بنظام الحزب. الحزب عندنا كل واحد له رايه ويخصه. إذا كان رأي معيب فيعيب له هو، وإذا كان رأي مصيب فيصيب له هو، وإذا كان بيميز فبيميزه هو، ولكن الحزب له آراء وله أمور. لا، الباشمهندس نجيب ساويرس اللي قاله كله ليس هو الأب الروحي بالنسبة للحزب، وليس بسبة ان اي واحد يقول كلام وينسب الى الاخرين. ده مش تبعنا احنا، مش بنقول من الحزب ان الكلام ده الحزب الكتله المصريه قالت الكلام ده، ولا هو ده حزب نجيب ساويرس. ده الحزب اللي مشارك فيه عضو الباشمهندس نجيب ساويرس، زيه زي اي عضو، زي اللي انا مشارك فيه، زي اي بني ادم مشارك فيه. شكرا جزيلا.